السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ويوم جديد. انا مشيت كده عشان الشمس، حسيت ان انتوا كنتوا هتبقوا شايفيني. انا واقفه مستنيه الدلموش اللي هو الميكروباص قدام المجمع عشان هنروح المول. الناس اللي اتفرجت على الفيديو بتاع امبارح، انا كنت قلت لكم بقى هنيجي بكره تاني يوم ونتفرج براحتنا انا وفولكان وكده، عشان احنا امبارح واحنا معانا يعني صديق فولكان وزوجته وكده ما قدرناش نتفرج براحتنا او نعمل فعلا جوله، لان زي ما قلت لكم يعني المول كله عليه تخفيضات كل المحلات، لان هي كان وضعها صعب حامل وكده. بس النهارده للاسف يعني اليوم ما مشيش كده. انا عندي الولاد ما راحوش الحضانه الاثنين، سواء جلوزار او داوود. مجرد ما رجعنا امبارح من مشوار امبارح رجعوا عيانين وبيكحوا، وداوود سخن طول الليل. في الجو دلوقتي حاجه اسمها صلجن يعني بتبقى زي عدو او كده. المهم رحنا بيهم النهارده الصبح اول ما صحينا على طول للدكتور وكده، وكتب لهم بقى على مضادات حيوي وادويه، فالولاد في البيت وانا دلوقتي اللي هروح المول لوحدي. بس انا يعني نازله مش بغرض الشوبينج بقى، خلاص الواحد نفسه سدد عن الشوبينج. بس في شوز انا جبتها الجلوزار اللي هي كان من فوق فرو كده ضيقه، السوسته ما بتقفلش ضيقه عليها، فقلت حرام يعني خلينا اروح اغيرها لها. مش عارفه لسه هل هيرضوا يغيروها ولا لا، انتوا برضو عارفين الوضع بتاع التخفيضات والسيستم. اصلا المقاسات بالعافيه لقيناها امبارح، فعلى حسب هنشوف. فقلت كده سريعا انا اروح انا المول، ومنها بصه برضو كده سريعا ونغير الشوز بتاعها، وبعد كده هجيب حاجه من السوبر ماركت. فقلت ما اروحش لوحدي، اخدكم انتوا معايا تكوني رفقتي ونسي في المشوار ده. فبس يجي الدنموش بقى ونروح المول ونصور مع بعض، فخليكم معايا متنسوش تعملوا اللايك. بصوا بقى، احنا جينا المحل دلوقتي فاضي. احنا غلطتنا امبارح ان احنا جينا في ويك اند، يعني يوم عطلة، فطبعا كان زحمة جدا. لكن دلوقتي اول الاسبوع ونص النهار، الوضع مقبول. المهم خلينا نروح ونسألهم بقى اذا هنقدر نغير ولا لا، وبعد كده نتفرج بقى. امبارح ما عرفناش نتفرج النهارده براحتنا. بس الاول نحل الموضوع، نشوف هنقدر نرجعها ولا لا، ناخد واحده مكانها ولا لا. بصوا بقى، انا ما لقيتش نفس الموديل، بس انتوا كتبتوا لي في التعليقات دوت كان عاجبني قوي، وبصراحه لونه وشكله حلو، بس كان مقاس 28 كبير عليه. انتوا قلتوا لي جيبيه لو حتى كبير السنه الجايه. فبصوا في دوت وفي دوت برضو مقاس 28، بس تحس ان ده اصغر شويه. بصوا شايفين، تحس ان ده اصغر من ده. فمش عارفه دوت عجبني برضو مقاس 28. دوت محتاره بقى دلوقتي. مش عارفه، موضوع صعب. اكتبوا لي انتوا رايكم في التعليقات، وهقول لكم في الاخر انا اخترت ايه. برضه هبعت صور كده لباباها ونتشاور. بس انا عجبني ده عشان حاسه انه صغير، فممكن تلبسه، مع انه نفس زي ما بقول لكم مقاس 28 برضو، بس الاثنين احلى من بعض. والشتويين بصوا مبطن فرو من جوه ودوت. بس هشوف كده واقول لكم في الاخر انا قررت انهي واحد. بصوا يا جماعه، فولكان اختار زي دوت، عجبه برضو دوت. انا بحب الماركه دي بصراحه، دي الماركه اللي انا بلبسها منها الشوز بتاعتي، وتقريبا سعرها زي ارخص بكتير من التانية. يلا مش مشكله، حلو. المهم كده احنا مش هندفع، لا هندفع ولا هناخد. فاحنا اخترنا دي، يعني دي حلوه، بس دي حاسه ان هي ممكن تلبسها السنه دي. بصوا بقى عشان تعرفوا انا خالف تعرف، يعني انا ما بحبش البس الجيتشيهات، لكن بصوا بقى كوتشي واللون ده وعجبني جدا، وقسته شكله حلو قوي في الرجل، بس للاسف كبير عليا مقاس 39. انا بلبس 8 فواسع قوي. استغربت جدا ان كوتش ويكون اللون ده، بس فعلا في الرجل حلو. انا مش بحب الكوتشات لسبب، لان الكوتشات بتعرض الرجل كده، وانا بحب يبقى يعني مشط الرجل صغنن. فدوت بصوا جاي على رفيع، فاهمين قصدي ايه؟ البوس بتاعه رفيع، فحلو قوي في اللبس. فهي دي الحظ، يعني يوم ما نقول ماشي كوتش ما نلاقيكش. بصوا دوت حلو برضو، بس ما شفتوش ما قستوش. ده بكام ده؟ 300 وشويه، ب 300 بعد الخصم. طالع انت من عيني. المهم انا ببص كده سريعا برضو، والله في حاجات كتير حلوه جدا، يعني الموضوع حلو. بس
انا لو عليا عايزه اقول لكل الناس والله تيجي تشتري من هنا، بس سليفري بعيده، والعرض زي ما اقول لكم هو بس على الفرع ده بس عشان خاطر المول هيتقفل. يعني كان لسه الولد على الكاشير بيتكلم اسبوعين فقط وهيقفلوا. فبصراحه فرصه حلوه جدا جدا اللي ساكن في سليفري الموضوع ده، لان حاجات يعني حلوه. المهم غالبا احنا كده خلصنا هنا اعتقد. نروح نشوف باقي الحاجات اللي ورانا بقى. يا جماعه عايزه اقول لكم العروض تخلي الواحد يتنازل عن كل مبادئه. بصوا عجبني الكوتشي ده، يعني انا ماليش في الكوتشيهات وكمان الوان، بس بصوا مش عارفه ايه رايكم. انا عجبني اول مره وكوتشي والوان. انا ما بلبس كوتشيهات مش بحب، بس ايه رايكم؟ عجبني ولا انا يمكن عشان لابسه الالوان ماتشنج فهي بالصدفه. وبصوا في ده، بما اني هناخد نشتري واحد والتاني هديه، ده قلت لون البنات شويه مع اني ده مش عاجبني عشان وشه عريض. بس قولوا لي ايه رايكم. يعني هو كده كده لازم هناخد واحد عشان قال لك اشتري واحد تاني هديه. فبصوا هو ده اساسي. خلاص انا عجبني، انا كسرت القاعده. يا ريت تعملوا عروض على طول عشان الواحد يكسر قررته كده. كنت عجبني، فان شاء الله ناخد ده ونشوف بقى التاني. هل بصوا مش بحب الحته دي، شايفين الوش عريض ازاي؟ انا ما بحبش الوش عريض ده، يمكن كنز شويه. قولوا لي رايكم في التعليقات. احنا بعد كده نيجي والدنيا رايقه. امبارح ما عرفناش ندور على حاجه خالص. عامه شكلي هجيبه، ان شاء الله معانا حد حوش. خلاص يلا نتكل على الله. بصوا انا دخلت LC، عجبني قوي الجواكت بتاعه الاطفال، وفعلا عاملين 50% خصم. يعني بصوا ده ب700 بقى ب300، حلو جدا. بصوا ده كده زي كاروهات بجد. عاملين موضوع ان المول يتقفل ده جه في مصلحتنا احنا. بصوا في منه اللون ده برضو مبطن من جوه. لا بصراحة حلوين قوي. دي كده حاجة البناتي. ممكن والله نشوف حاجة الجليزار برضو وداود. ممكن داود اكتر، جليزار عندها كتير. بصوا بصراحة لبس الأطفال في LC يعني أنا بحبه جدا، بيعجبني الديزاين والألوان. ده كام مثلا؟ حلو جدا، 130 ليرة. بصوا على أسعار تركيا بجد يا بلاش والله. ده من 6 ل7 سنين جلوزار ده. حلو. بصوا احنا ممكن نجيب حاجات للولاد. دي عسل قوي، ده 180 170، ده 160. بصوا ده جمال لذيذ قوي، حلو. ده ب160. انا جايبه لها حاجه حمرا شبيهه كده. دي كلها بلوفرات. بصوا حتى ده لونه جميل، بس ده مش عاملين عليه خصم قوي، ده ب500. التانيين احلى والله. تيجي نبص كده عند الولاد، نشوف عند الولاد عاملين ايه. نشوف دودو، نشوف لداود ليه نصيب ولا ده داود جايباله من الاحمر ده، بيموت فيه يقولك عاو. جايباله ده. في دولت حلوين برضو. ده بقى لونه اخضر جميل. وده ده طقم حلو قوي. ده بعد الخصم هما بس مش عاملين 50% زي كاتبين. ده خصم، ده 280 بس طقم. وده علي ميكي طقم برضو. طقم حلو. ده سويت شيرت بس ده ب100. دايما اللبس الرجالي بيبقى اغلى، صح؟ متفقين معايا ولا؟ سواء اطفال او كبار
اللبس الرجالي بيبقى اغلى. يعني بص ده 350، بس داود عنده اصفر وعنده ازرق، بس احنا كنا بنفكر فعلا لداود نجيب له حاجه طويله شويه. ده ب400. وبص ده كده كأنه قميص من تحت، بس هو بس اللوفر بس. بكام ده؟ حلو لذيذ. بكام؟ 130. سعره حلو. في مقاس دودو ولا من 3 ل4. داود خلاص من 3 و4. حلو ده. ممكن نجيب حاجة كده يعني من نفرح لو لقيت حاجة لداود وحاجة لجلوزار. مثلا لو جبت حاجة هفرجكوا اكيد. يا جماعة احنا وقعنا في الفخ بتاع العروض. بص بقى، انا جبت شنطة لان انا جبت حاجات لداود. عجبني كده كام سويت شيرت حلو، فلقيت ان انا الحاجة تبقى تقيلة عليا. عايزة اجيب بقى الجلوزار، طبعا مش هينفع نجيب لداود بس. جبت لداود 3 حاجات، نجيب لجلوزار كمان زيه. فجبت بقى عربية جلوزار، جبت لها بلوفر لبني كان هنا، ده اللي عجبني، لقيت لها مقاسها. محتاجين نجيب لها بقى حاجات تانية، يعني نجيب حاجات في حاجات دي. بصوا، بس بحاول اجيب لهم كلهم حاجه في نفس، يعتبر نفس الرينج ونفس الاسعار. ده ب160. حلو ده يا خلاصي. بصوا لذيذ، ايه رايكم؟ الله جميل قوي ده، هتفرح بيه. حلو. ممكن ده ناقص لها كده كمان حاجه جليزار. ده 5 سنين، لا 5. عايزين 5 سنين. عايزين حاجه يونيكورن هي بتحبه، نجيب لها كده بس لبني. انا جبت لها لبني، خلينا لون مختلف. ايه رايكم؟ ده هنا بس ده حلو، بس لا مش نفس اللون. ده فاتح، ده بسيط برضو رقيق كده. كام ده؟ حلو، سعره برضو 120، بس ده خفيف شوية. ده يمكن او النبي كلهم خفاف، مش تريكو تقيل قوي يعني، كتقل مش تقيل قوي. بس لا، خلينا ناخد لها حاجة مختلفة شوية، نحس بفرق اللون مش قوي. بس فخليني كده ادور واستقر، وبعد كده لما نروح نتفرج على الحاجة كلها مع بعض. يا جماعة ايه رأيكم نبوظ الميزانية خالص بقى؟ بصوا ده بالطو كده، ده مقاس 40. هو ما فيهوش كتاف لان انا ما اعرفش الكتاف، بس عريض شوية. بس ما اعتقدش ان ما ينفعش اخد الاصغر. 38 لا. استنى عايزين نقفلك فكده. مخليني طنطة قوي، بس مش عارفه بسبب الحته دي. بصوا في حته كده زايده في الكتف، مش عارفه. ايه رايكم؟ حلو ولا مش مقتنعه تماما؟ بس انا عن نفسي مقفلوش، بس هو حلو كده لو يبقى تحتيه الكوفيه. ما خدتش قرار، بس قلت افرجكم. وحتى لو ما خدتوش دلوقتي استنى رايكم في التعليقات، تكتبوا لي تقولوا لي ايه. وفي الوان انا اخترت اسود ليه؟ لان انا ما عنديش اسود. انا عندي رمادي كحلي، ومثلا دوت الكاجوال اللون دوت، فما عنديش اسود، والاسود بيلاقي على كله، فمش عارفه. ولا نشوف لون تاني. بصوا في الالوان دي، ده بيج بس ستايل مختلف. ده لونه كده زي جملي شويه، الكاميرا مفتحه قوي بصراحه. كاسود اعتقد لما نصور صوره ناخد راي فولكان برضو ونشوف هنجيبه ولا. طب بصوا، انا خدت رايكم سريعا كده على الانستجرام، الناس اللي متابعانا على الانستجرام، فعشان كده بقول لكم لو مش متابعيني تابعوني. هكتبه لكم على الشاشه. امونه في تركيا. كذا حد قال لي انه حلو، وفولكان برضو بعته له قال لي حلو. يعني حتى فولكان بيقول لي جاي عليكي بالظبط، لا مش مكبرك. في حد قال لي الفواتح عليكي احلى، بس احنا في الشتاء. وبعد كده ما عنديش اسود، يعني انا الغرض ان اجيبه اسود، في منه الوان، بس انا ما عنديش اصلا اسود، فاهمين؟ يعني مثلا حتى البنوته اقترحت عليا البني، بس لا انا. وبص في اخضر، في الوان يعني، حتى لو موديلات مختلفه، بس انا ما عنديش اسود. فعشان كده يلا هنتكل على الله ونجيبه. يلا مش مشكله، نجيب فواتح بعدين. يا جماعه انا بقول مشوني عشان صدقوني.
انا مش عارفه اطلع. عايزه اتفرج بس انا عارفه لو هتفرج هشبط. فيلا كده. جبت برضو الجليزار وليا ولداود. يعني بقى الغلبان فولكان بقى هو يبقى يجي يدور يشوف حاجه لو لقى حاجه عجبته. مهم فين الكاسه. محتاجين قبل ما نطلع من المول بقى جيت مجرس علشان هنا في قسم جزاره. قلت اجيب لحمه علشان الغدا، نعمل غدا. انا مقرره هنعمل غدا ايه النهارده باذن الرحمن. المهم فجيت عايزه اقول لكم تاتا بصوا لقيت ايه بتاعه دي بتسأل عليها كتير جدا في الجروب بتاع الشغل. واو منزلينها. لا والله شكلنا هنجيبها لكم يا حبايب امونه لو سعرها كويس زي ما بننزلها، لاني بتسأل عليها دايما. حلو حظي حلو دخلت. بس زي ما اقول لكم احنا جايين اصلا اساسا عشان نجيب اللحمه. المهم خلينا نشوف دي سعرها ايه واظبط كده، لو كده نجيبها الحبايب امونه. فانتظروني عشان نشوف هنزلها على الجروب بتاع الشغل ولا لا. بصوا لقيت اوريدي اصلا باكيتات مقفوله يعني كده، فقلت اخد لكم باكيتين اهو، يعني 12 واحده يا تلحق يا ما تلحق. المهم ان انا مش لاقيه حاجه عايزه، ما جبتش عربيه. تصدقوا الواحد يجيب عربيه احسن بدل ما هفضل قايله كده. وبما اننا برضه في ميكروس كده نبص بصه. المهم حلوه هي طبعا غليت، كل حاجه في تركيا عماله بتغلي، بس بصراحه انا عن تجربه شخصيه انا بلبسها بتاعتي حلوه جدا وبتطلب مني كتير. كويس ان انا لقيتها عشان حبايب امونا. المهم عايزين بقى فين نجيب عربيه نحط فيها حاجتنا. بصوا جبتكم عند القسم بتاع الزجاجيه الحاجات بتاعت المطابخ والحاجات دي القسم. بص دي كده الفيلات كانت ديزاين بقى حاجات رأس السنة بكام 3 ب50. حلو. بحب هنا في مجرس بصراحة القسم ده عشان عنده اطباق فيها النقاشات الحلوة بتاعتهم، الحاجات اللي احنا بنحبها نقاشاتهم حلوة قوي. بصوا دي يعني اطباق للفطار. بس الطبق بكام؟ طبق ب42 ليرة. الاسعار يا جماعة مش ممكن يعني الطبق ده كده بس 42 ليرة. في الحاجات اللي هي الرفيعة دي كده تحط عليها زيتون وحاجات. دي بكام؟ كله 23 ليرة. بصوا الله بصوا دي حلوة. حاجات بقى تعمل طبخة أكلة واحدة فرد واحد أو حاجة أكيد بتدخل الفرن. دي بكام؟ ب70. حلوة ألوانها حلوة. بصوا رخامي كده ودول سكرة. بص يا روح حطوا بقى فيها مثلا عسل زبدة. مهم حلو. ده بكام؟ معقولة ده ب30 ليرة يا جماعة. الأسعار مش ممكن. مش عاملين خصم يا ميجروس؟ انت مش هتقفل؟ مش عامل خصم زي بقية المحلات ولا ايه؟ اي المهم دي حاجات كلها اللي بتدخل. بص دي قوالب برضو حلوة برضو. هما بصراحة شاطرين قوي في حتة الديزاين والألوان يعني بجد معروفين بيها حلوة قوي. بس دي مجات. بس احنا ما عندناش مكان لمجات. بس 45 ليرة. حلو ده. دي مجات تقليدية عادية شوية. وده فنجان كده، فنجان واحد لوحده هدية، ينفع يبقى هدية سوفونير كده ب40 ليرة. حلو. بصوا في الأشكال تاني. أي في ايه تاني؟ دي اللي هي القوالب السيليكون 6 وحدات. الستة ب45 ليرة. بس ألوانها حلوة. ودي قوالب بص اللي هي الاستخدام مرة الواحدة حلوة. لو مثلا هتعملوا تسووا حاجة وتروحوا بيكنيك هتبقى حلوة أوي ومناسبة. حلوة. بصوا ب30 ليرة.
وفي دي منها عمليين. تصدقوا فكرة حلوة قوي دي. ودي الحاجات بقى بتاعت وانا كنت عايزة فرشة حلوة صغيرة دي بكام؟ 13 ليرة. بصوا سباتشيلا سيليكون حلوة، واحدة ب40 ليرة بعد الخصم. في خصم اهو، طلع عندهم خصم. ودي عسل عندي منهم. بصوا دي علب للتلاجة، مثلا لو مثلا بتقطعي بصل وفاض منك، دي تحفظ البصل. ودي ليمون ودي توم. حلوة عملية. بصوا انا بستخدمها عندي منها. يمكن والله تصدقي فكروني ان انا شايله نص بصله في التلاجة فعلا. انتوا عارفين الحاجات مثلا البصل والثوم والحاجات دي بتعمل ريحه، عشان ما تعملش ريحه وما تبص، فحلوه. سعرها 40 ليره. حلوه برضو. ايه تاني عايزين كسرة عين الجمل. كسرت كسرة عين الجمل ب140 ليره، يعني بتمن نص كيلو عين جمل. بتاعتنا باظت. بتاعتنا شايفين السوسته اللي هنا دي فكت وقعت. بس دي ايه نجيبه ولا؟ بس كتير قوي، سعرها غالي قوي. كانت بتبقى ب70 ليره ولا حاجه والله يا جماعه. و70 ليره ايه كمان، الخامه الاحلى والاقوى من دي. بس خلاص الاسعار دي زمان، كل الزمان ارجع يا زمان. بصوا لقيت الفلفل المجفف والبتنجان. عايزه اقول لكم كنت مره هجيب من السوق، في السوق ب90 ليره، هنا ب70 ليره، يعني ارخص 20 ليره. معرفش تاني فيه كام حبه، بس ده بصوا انتوا متخيلين 25 حبه ب70 ليره. 70 ليره ودوت الفلفل، وده الاهلامور اللي هو السيزفون. اي مش عارفه، كتير قوي. غالي برضو، ستيل غالي. فين البتنجان الابيض بتاعنا في مصر؟ معرفش كيلو بكام. كيلو البتنجان بكام في مصر دلوقتي؟ المهم ده اهو الجزار. نشوف بقى عندهم هنا اللحمه بكام. Şöyle orta yağlı var. Biraz daha yaz tas kebap var. Sote var. Hepsinin fiyatları farklı. 235, bunda %10 indirim var. 200. Şey fiyatı önemli değil ama ben nohudla yapacağım, yani yemeklik. O zaman bu olabilir, bu da olabilir. Yani ikisi de olabilir. Çok önemli değil. Yani şu üçü de zaten Bu yağlı mı? çok Yağlı. az. Yani buna göre çok az. tamam olur bundan. بصراحة الراجل قاعد يقول لي عايزة من دي ومن دي او من دي، كلهم متقطعين كده. هي الكشبشي اللي هي يعني بدون متقطعة كده للطبيخ. المهم فرق السعر، قلت له انا مش فارقة معايا السعر على قد انا عايزاها للطبيخ. فقال لي دي يعني دهنية وما فيهاش دهن قوي، وفعلا ما فيهاش دهون. الكيلو فيها ب 205، يعني قال لي يا دوبك على قد كده، فحلو. فجبنا ديت نطبخ فيها. مش محتاجين حاجة تانية اعتقد. لا نروح بيتنا بقى.